الفندق ده بيتحدى كل شرم الشيخ وبيقول على نفسه ان هو جامد جدا. بس قبل ما نقول ان هو جامد ولا لا، فتعالى كده افرجك على شيراتون شرم الشيخ. مبدئيا كده الفندق ده صف اول على البحر، ومش بس كده، ده كمان كل الغرف سي فيو، يعني بتشوف البحر. واحد يجي يقول لي يا عم خالد طب انا عايز اعرف الفندق ده كام نجمه، احب يا عزيزي اقول لك ان الفندق ده 4 نجوم، وعندك تو اوبشن من الاقامه، يا اقامه كامله يا اما اقامه فطار وعشاء. وقبل كده ما نخش في اي تفاصيل واحكي لك حاجات كتير قوي على الفندق ده، عايز اقول لك ان انت هتتدلع يعني هتتدلع. وبالنسبه للبول اللي عندهم فهو ثلاث مراحل. يعني ايه يا عم خالد؟ واحد للاطفال والتاني بيبقى اعمق شويه وفي شلال، اما بالنسبه للثالث فاسمه دايفنج بول وده بيبقى للكبار فقط. ده غير كمان ان انت هتلاقي 2 بار على البول وواحد في اللوبي وواحد على البيتش، وكل الغرف كده زي ما انت شايف التراس بتاعها كبير. اما بالنسبه اللي انا قاعد فيه ده فده الجناح الملك، حاجه كده في اي بي زي ما انت شايف كده، البول جوه الغرفه بتاعتك، والاقامه هناك دبل وسنجل وفاميلي. ده غير كمان اللي موجود في الفندق كيدز كلاب، وكمان انيميشن بيتكلموا عربي وروسي وايطالي. بالمناسبه كده نسيت كمان اقول لك ان العشاء بتاعك بيكون في المكان ده. طبعا مش محتاج اقول لك ان الاكل اوبن بوفيه اذا كان فطار او عشاء او غدا. واكتر حاجه عجبتني في الفندق ده ان هم مهتمين بالاطفال وعاملين ليهم تيبل. نيجي بقى لاهم حاجه، هل الاكل حلو يا عم خالد؟ احب اقول لك ان